السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم في الفيديو نتاعنا غادي نحضر معكم المطلوع نتاع الشحمه والبصله على الطريقه ديال الوالده ديالي. غادي نحتاجو نص كيلو نتاع الدقيق ديال القمح ديال الدار، ونص كيلو نتاع الدقيق ديال الفورص، شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره والماء دافي باش نجمعوا العجينه ديالنا. غادي نعجنوا العجينه بشكل عادي. من بعد ما عجنا العجينه كيف ما كتشوفوا غادي نشكلوها على شكل كويرات. وندوزو دابا باش نقدم لكم الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي 3 البصلات كبار اللي قطعتهم قطع صغيره. عندي زلافه ديال الشحمه. بالنسبه للشحمه كنت دايرها في الفريغو وطحنتها في الهاشوار. الناس اللي ما عندهمش الهاشوار يمكن لهم يحكوها في الحكاكه. عندي 3 ديال الفلفلات اللي قطعتهم قطع صغيره، واحد الفليفله صغيره حاره. بالنسبه للطبزيره عندنا معلقه كبيره ديال سكينجبير، معلقه كبيره نتاع البزار، ومعلقه كبيره ديال التحميره، شويه ديال الملحه، ومعلقه كبيره نتاع القزبور اليابس. بالنسبه لهذا القزبور اللي ما توفرش عنده راه ماشي ضروري. وعندي شويه نتاع القزبور والمعدنوس، ونص كاس نتاع الزيت البلديه. صافي غادي ندير كلشي في المقله، وغادي نديرو فوق البوطه حتى تشحر لينا مزيان وتذوب لينا ديك الشحمه. عاد ندوزو باش نكملو الطريقه. غادي نجيبو الكره الاولى، غادي نسرحوها مزيان، وغادي نديرو فيها الحشوه ونديرو عليها الكره الثانيه. غادي نخليكم مع تتمه الفيديو باش تشوفوا الشرح بالتفاصيل. المطلوع نتاعنا من بعد ما وجد كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب نتاعكم، وبالصحه والراحه. المطلوع نتاعنا من بعد ما وجد كيف ما كتشوفوا تيجي على هذا الشكل هذا. صراحه تيجي زوين وتيجي عامر كامله. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب نتاعكم، وبالصحه والراحه.